تراكم الدهون الكبدي أو لاستياتوز. اخترت نتكلم لكم على هذا المرض على جوج الحوايج. اولا لانه المغرب نسبه كبيره ديال الناس كيقيسهم نوع ديال السكر الثاني، تقريبا واحد 3 مليون مجموعه ديال الناس المصابين بالسكر. زيد على هذا يعني الطريقه ديال الاكل في المغرب غدا وكتولي اكثر غربيه، وهذا الشيء كيعطي السمنه اللي غدا كتزايد في المغرب. وهاد جوج ديال الحوايج والسمنه عندهم علاقه كبيره بهذا تراكم الدهون الكبدي. غالبا هذا المرض ديال تراكم الدهون الكبدي ولا ستياتوز يعني ما كيكون ساكت، ما تيعبرش بزاف على راسو الى حد ما، حتى كتبدا كتبان بعض الاعراض اللي عندها علامات عامه. مثلا انسان تيفيق الصباح عيان، ما كينعش مزيان في الليل، عنده انتفاخ في البطن ديالو، وقت ما كلا شي وجبه شويه مدسمه كيكون عنده انتفاخ في البطن ديالو. زيد على هذا كيكون واحد البطء في التفكير، وحتى يعني كونسونطراسيون ولا التركيز تينقص عند بعض الناس. هاد الاعراض العامه ما كتعنيش ان الانسان عنده هذا التراكم ديال الدهون في الكبد ديالو، هذه اعراض عامه ولكن كتكون بزاف عند الناس اللي عندهم الوزن ديالهم كيتقاس بهذاك اللي كيتسمى مؤشر كتله الجسم. هذه الحاجه الاولى. ثانيا الناس اللي عندهم محيط البطن ديالهم كيتجاوز متر عند الرجال و85 سنتيمتر عند النساء، هاد الناس هادو الا عندهم هاد الاعراض كيخصهم ولا بد ما يزوروا الطبيب باش يتاكد وجود هاد التراكم الدهون في الكبد ديالهم. تراكم الدهون كيتم التعبير عليه يعني طبيا جوج ديال الركائز. اولا بيولوجيه، لانه كاين علامات بيولوجيه كتعني انه كاين ارتفاع الدهون في الجسم، وكذلك يعني الكبد كيبدا كيعاني من هذوك الدهون اللي كتواجد فيه بواحد الافرازات خاصه انزيميه. الجانب الاخر هو جانب راديولوجي، سواء في التلفزه يعني الصدى او لا بالسكانير او لا ما كيتسمى بالفيبروسكان اللي كيعبر لنا درجه تلف ديال الكبد. تلف في الكبد كاين فيه ثلاثه المراحل. كاين المرحله الاولى اللي هي مرحله اللي باقي كيمكن الانسان يعني يسترجع القدره ديال الكبد ديالو الا دار واحد جوج الحوايج غنتكلموا عليهم من بعد. المرحله الثانيه اللي كيسترجع ديك القدره ولكن بنسبه قليله، وكاين المرحله الثالثه اللي تيكونوا فيها يعني الكبده كلات واحد الدق كما كنقولوا بالدارجه، وتيولي صعيب اننا تسترجع القوه والكفاءه ديالها. جوج د الركائز د العلاج مهمين باش الكبده ترجع القوه ديالها. اولا في الوزن، على الاقل 5 حتى 10% ديال الوزن ديال الانسان خصو يتخفض في واحد المده ديال اقصاها 6 شهور. يعني هذا الشيء غادي نشوفوه من بعد بالتغذيه وبمسائل اخرى. وثانيا هو النشاط البدني، يعني الحركه. كيخص الانسان على الاقل يدير واحد المجهود يومي، او على الاقل مجهود مره في يومين، وعلى الاسبوع يكون واحد 150 دقيقه اسبوعيا اللي قسمها على ايام الاسبوع باش يحاول يحرق دوك الدهون اللي كاينه في الجسم، يعاون الكبد تخلص من داك الشيء اللي تركز فيها. بعد ما تعرفنا على هذا المرض كيتسمى بالانجليزيه ناش، تراكم الدهون الكبدي الغير الكحولي، الحلقه المقبله ان شاء الله غنتعرفوا على مرض اخر المقابل ليه هو تراكم الدهون الكحولي. وملي كنقول الكحولي بطبيعه الحال عند الناس اللي كيستهلكوا الكحول.